يلا نبني احسن تشكيله لاعبين لعبوا في نادي واحد بس في حياتهم. في حراسه المرمى الاختيار سهل جدا، هنختار اللاعب اللي اسم جايزه احسن حارس متسميه عليه، جايزه الياشين. هنختار ليف ياشين، الحارس الوحيد اللي كسب بالون دور في التاريخ. ليف ياشين عنده فوق ال 270 كلين شيت في حياته، اكتر حارس في التاريخ صادد ركلات جزاء، صادد 151 ركله جزاء في حياته. في الباك شمال اختيار تاني سهل قوي، هنختار اللاعب اللي لعب فوق 900 ماتش مع اي سي ميلان، باولو مالديني. باولو مالديني بالنسبه لي ممكن يكون احسن مدافع في التاريخ. مسيرته مع اي سي ميلان كانت لمده 25 سنه، لعب فوق 900 ماتش معاهم، كسبان 7 دوري، وصل 8 نهائيات دوري ابطال، كسبان منهم 5. مسيره اسطوريه عالميه للاعب اسطوري. اول سنتر باك هنختاره هيكون زميله في اي سي ميلان، اللاعب فرانكو باريسي. باريسي ما لعبش 25 سنه زي مالديني، لعب 20 سنه بس مع اي سي ميلان بس. برضه كسب معاهم 6 دوري وعمل انجازات كتيره جدا مع اي سي ميلان زي مالديني. الحاجه الوحيده اللي هو تفوق على مالديني فيها ان هو قدر يكسب كاس عالم، كسبه مع ايطاليا سنه 82. مالديني للاسف ما لحقش 82 وطلع المركز الثاني سنه 94 لما باجيو طاير بينالتي. تصدقوا كان ممكن ناخد كمان سنتر باك من نفس جيل اي سي ميلان ده، اليساندرو كوستاكورتا، ولكن لعب موسم واحد اعاره في مونزا وهو صغير، فما ينفعش نختاره في الليسته دي. اللاعب بقى اللي هندخله جنب باريسي السنتر باك الثاني، الاسطوره الكتالونيه كارليس بويول. بلا منازع اهم مدافع في جيل برشلونه الذهبي اللي هو كان من اوائل الالفينات لغايه 2015. كسب معهم 6 دوري وعمل انجازات كتيره جدا على مسيره تشمل 700 مباراه، حوالي 18 سنه. اختيار الباك يمين بقى صعب قوي عشان في عندنا اتنين اساطير في الباك يمين، عندنا جوزيبي بيرجومي من انتر ميلان وعندنا جاري نيفل من يونايتد. انا بالنسبه لي بيرجومي كان لاعب احسن بكتير، يعني كلاعب هو كان افضل بلا منازع، ولكن جاري نيفل انجازاته احسن بكتير قوي. يعني بيرجومي كسب دوري واحد مع انتر ميلان، جاري نيفل كان في عصر الذهبي بتاع يونايتد بتاع اليكس فيرجسون، كسب معاهم 8 دوري انجليزي و2 دوري ابطال، واحد من اكتر اللعيبه الانجليزيه في التاريخ كسبانه بطولات. هندخل جاري نيفل في التشكيله دي. قلنا لاعب واحد من يونايتد، نقول لاعب تاني من يونايتد بقى ونخش في نص الملعب، واول لاعب هنختاره هيكون اللاعب بول سكولز. بول سكولز كسبان 11 دوري انجليزي، واحد من احسن خطوط النص في التاريخ البشريه. تقريبا كل اللعيبه الاساطير اللي انتوا تعرفوها، منهم تشافي، منهم زيدان، منهم كل حد كان بيقول على سكولز ان هو احلى رجل شافوها في حياتهم. سكولز عالمي. سكولز لعب ماتشين لنادي تاني غير يونايتد، بس كان عنده 45 سنه، طلع من التقاعد بس عشان يلعب لنفس النادي اللي بيلعب فيه ابنه كدعايه، وما كانش دوري محترفين، كان دوري هواه، فاحنا مش هنحسب الدوري ده سكولز هيخش تشكيله. اللاعب الجيد انا فاكر اني كنت بتفرج عليه وانا صغير قوي، وكنت بقعد اقول مين الحريف ده، مين الجامد ده. مش لاعب ممكن ناس كتير قوي تعرفه، مات ليتيسيي اسطوره ساوثهامبتون. عايز اقول لكم انه تشافي هرنانديز كان بيقول انه مات ليتيسيي كان قدوته وهو صغير، يعني كان بيبص له ان هو نفسه يبقى زيه. تخيلوا المعلومه دي. ليتيسيي كان موهوبه مش طبيعيه، كان حريف بطريقه مش طبيعيه، كان شويط، كان بيعرف يجري، يعرف يصنع اهداف، يعرف يعمل كل حاجه، بس كان عنده مشاكل بره الملعب. مات ليتيسيا كان صايع، كان بيحب يروح حفلات ويعمل ايه ويخرج ويتفسح، ما كانش بيحب يروح تمارين، ما كانش عنده التزام. فهو كان مبسوط في ساوثهامبتون. ساوثهامبتون كان مدينه الرياحيه انه انت اعمل اللي انت عايزه بس خليك في النادي عندنا. وعشان كده هو ما قدرش ينتقل لنادي كبير تاني عشان كان هيضطر يلتزم ويبقى بقى لاعب منضبط. وهو قال بنفسه ان دي مش الحياه ليا. ممكن يكون من احسن شويتين ركلات جزاء في التاريخ، جايب 47 من 48 شوطه. جماهير ساوثهامبتون لغايه النهارده بيعتبروه بالنسبه لهم البابا الكبير، وموهبه بصراحه يعني ضايعه، بس احنا لازم نحطه عشان هو عالمي. اللاعب اللي هنختاره في مركز الكام هو لاعب مش معروف دلوقتي زي بقيه الاساطير القديمه، ولكن هو برضه اسطوره في نادي انتر ميلان، اللاعب ساندرو مازولا. كسبان معهم 4 دوري، وكان مركز كام عالمي، كان بيجيب اجوان اكتر من رصات الحربه، وكان بيصنع اهداف، وكان بيشوط من بعيد وبيجري وبيعمل كل حاجه. وهو السبب من الاسباب الكبيره قوي انه انتر ميلان اتعرف ان هو نادي كبير، عشان هو كان موديهم لمستوى عالمي. هو بيجي كل اسبوع بمستوى عالمي، يعني بالنسبه لهم الناس كان اللي هو ده اداؤه العادي، ان هو يلعب على ليفل مارادونا وبيليه، دي حاجه عاديه. اللاعب اللي احنا هنختاره في الجناح الشمال مش محتاج اي مقدمه، بس احنا ممكن نديله واحده. تعالوا نقول انه كل نوادي الدوري الانجليزي في التاريخ ما عدا يونايتد كسبانين مع بعض 20 دوري، هو لوحده كسبان 13. راين جيجز. يعني ايه كسبان 13 دوري؟ يعني ايه؟ يعني ايه بجد؟ ممكن اقول لكم بطريقه تانية برضو، يعني هو كسبان دوري انجليزي اكتر من ليفربول وارسنال وتشيلسي وليستر وبلاكبيرن مع بعض. ايه؟ مسيرة 24 سنة، فوق ال 950 ماتش، حاجة جنان انه لاعب يفضل بالمستوى العالمي ده المدة دي كلها. اللاعب اللي هنختاره في راس الحربة النهارده هو لاعب ما عندوش بطولات قد بقية اللعيبة دي كلها، ولكن اتظلم عشان ولائه للنادي بتاعه، عشان هو بيموت في النادي ده وما كانش راضي يسيبه. وريال مدريد كانوا هيموتوا عليه وحاولوا يشتروا مدة سنين، وكان نفسي انك تيجي ريال مدريد. انا ممكن اوريكم، انا معلق صورته هنا، فرانشيسكو توتي. توتي اسطوره. توتي انت لو بصيت تلاقي كل حد في الدنيا في تاريخ الكوره اتكلم عنه وقال عنه كلام حلو، حتى ميسي، حتى انشيلوتي، حتى اي حد في الدنيا تلاقيه متكلم عنه.
من احسن رجلين الشوتنج والباسنج في التاريخ، ولكن برضو التكنيك بتاعه كان حلو قوي، كان بيعرف يدريبل، كان بيعرف يجري. حياته كلها قضاها مع روما عشان هو بيموت في المدينه وبيموت في جماهيرها وفي كل حاجه ليها دعوه بيها. توتي بنموت فيه كلنا، من احسن لعيبه في التاريخ. وفي الجناح اليمين ادوني محمود الخطيب. نختار ايه؟ ناكي ويليامز ولا يارزابال ولا كوكي ولا الشباب دي؟ ادوني بيبو، واحد من احسن اللعيبه الافريقيه في التاريخ. مارادونا مصر، عنده 10 دوري مصري، عنده 3 افريقيا، عنده بطولات لا تعد، كل ده في مسيره مع الاهلي 16 سنه. اسطوره يا محمود الخطيب. كان في لعيبه تانية والله كتير ممكن تخش برضو زي ما قلنا، في الناس الموجوده دلوقتي زي كوكي، ناكي ويليامز، يارزابال، الشباب دي، ولكن في اساطير تانية زي روجيريو ساني، ماجد عبد الله، بيليه العرب، توني ادمز مدافع ارسنال، لارز ريكن لاعب دورتموند اللي كسبان معاهم بطولات كتيره، وطبعا ليدلي كينج المدافع الاسطوري لنادي مش اسطوري توتنهام. بس وهي دي التشكيله اللي بنيناها النهارده. قولوا لي مين لعيبه تانية كان ممكن تخش في التشكيله دي. مش هتلاقوها سهله زي ما انتم متخيلين. واشوفكم في التشكيله الجايه يا جماعه.